السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رب يكون كلكم بخير. معاكم رشا النشاوي للطرط والجاتوهات والباقة اونلاين. لو انت بتشوفيني لاول مرة ما تنسيش تعملي لايك وشير وتفعلي زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصلك كل جديد اول باول. زي ما وعدتكم ده الفيديو تكملة للفيديو اللي فات اللي عملنا فيه طريقة عمل الكيك والتجليس وازاي تعملي تورتة مقاس 30 في 30 بدون قالب، وتكون نص فانيليا ونص شوكولاتة. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض ازاي تقطعي الفاكهه وترصيها بالشكل ده، وازاي تفنشي التورته بالشكل الجميل ده اللي طبعا احلى من المحلات، وازاي تعملي صوص الشوكولاته بالشكل ده. وان شاء الله اقول لك كل التريكات وسعر البيع في اخر الفيديو. طبعا هنا اول حاجه خلاص هنبدا في عمل صوص الشوكولاته. طبعا التورته احنا مجلسينها ومدخلينها التلاجة او في الفريزر لمده نص ساعه. صوص الشوكولاته هنا ده ورق ترانسفير بيقولوا عليه مستلزمات الحلواني، وبلاد تحت شوكولاته بيضاء على حمام بخار، وحاططها بالصور. طبعا حاططها في ورق عشان اعمل حجم الصور. طبعا انت واخده حجم الصور، انا عملتها تقريبي لان طبعا اي حاجه في الصور الشوكولاته ده في الشوكولاته ممكن تتكسر عادي تقصيها يعني وتظبطي الحجم اللي انت عايزاه. انا شايفين عملت ده الصور والجزئين التانيين، لان الصور عباره عن المفروض 4 قطع، بس انا الشوكولاته البيضاء ما كفتش. برضو نفس الحكايه، برضو الشوكولاته الدارك عملتها. طبعا التورته يا جماعه اللي هي بصور شوكولاته ده المفروض تزيد 50 جنيه في السعر على طول. انا اول مره احسب الشوكولاته دي التورته دي واخده بالظبط حوالي ب60 جنيه شوكولاته، يعني واخده 600 جرام شوكولاته. عملت صور شوكولاته بالشكل ده. طبعا احنا في الشتاء يا جماعه، لو في الصيف لازم تدخل التلاجة، لازم تخلي حجم الشوكولاته سميك، لان لو رفيع تتكسر منك بسهوله. تمام كده، بنسيبها بقى تتماسك على ما بنظبط مع بعض آه، بقية يعني ان شاء الله ظبط مع بعض كل حاجة معاكم لاخر الفيديو. انا كنت مكملة الصور اللي هو اللي بالشوكولاتة الوايت، وظبطتها بالشكل ده. طبعا انها هتتماسك بسرعة. جبت هنا التورت خرجتها من التلاجة. انا هنا حبيت بدل ما ارص الفاكهة الاول وبعد كده احط الصور، لا حبيت انا احط الصور واظبطه وارص الفاكهة بعد كده على طول. حطيت الصور طبعا زي ما انتم شايفين. طبعا الموضوع مش محتاج يا جماعه اللي هو يعني اشرح فيه حاجه. يعني الصور الجزء اللي انت جيه زياده شويه بتكسريه حته بحته وترجعي تقيسي، بتكسريه حته بحته وترجعي تقيسي. الصور لو هو مش سميك او الشوكولاته ما هياش سميكه هتتكسر معاكي ومش هتظبط خالص. فاحط الصور اللي هو الابيض ناحيه الفانيليا او ناحيه الفاكهه، ولو بشوكولاته هيكون طبعا ناحيه شوكولاته. ان شاء الله زي ما وعدتكم ان الفيديو كان طويل بالشكل ده او فيه تريكات كتيره. بعمل اول طريقه عمل طريقه عمل الكيك والتجليس والحشو، والفيديو اللي بعديه بيكون التزيين، والفيديو اللي بعدين ان شاء الله بجمع لكم الاتنين مع بعض، بس بكون مسرعاه شويه علشان اللي حابب يشوف التزيين لوحده او الكيك لوحده او يشوف الفيديو كامل. وان شاء الله لينك كل فيديو هسيبه لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. التورته دي يا جماعه ما شاء الله طلعت مرتفعه، 3 طبقات وحشوه شوكليت شيبس، بس بجد بجد اعلى من المحلات بكتير. برضه هسيب لكم لينك جروب بتاعي على الفيسبوك اسمه سويت هوم، اسيبه لكم في صندوق الوصف مع لينك الايميلات بتاعتي. برضه اللي حابب يشرفني ويوريني اي تطبيقاته يا ريت على راسي من فوق. ناس كتير وريتني تطبيقاتها المعمول، ناس كتير جربته ان شاء الله. برضه مش عارفه يعني الفيديو ده هينزل الاول ولا نواعم العيد، عشان برضو الناس مستعجلين جدا على نواعم العيد. فان شاء الله ربنا يسهل وهتنزل قريب. كده خلاص ظبطت الصور. هجيب بقى، خدوا بالكم يا جماعه الشوكولاته اللي بتتبقى مني دي او اللي انا بفتفتها دي وطلعت زياده، مش بيجرى لها اي حاجه، انا برجع اسيحها تاني واشتغلها لاي ورق ترانسفير او لاي حاجه لاي تورته، وممكن اعملها عادي جناش، يعني مفيش حاجه بتترمي. جبت قشر ستان احمر وابدا اعمل فيونكه بالشكل ده، وبعد كده بقى نقطع الفاكهة ونرصها مع بعض وهتشوفوا طريقة التقطيع. بس انا بعتذر ان الفيديو هيكون سريع شوية علشان محدش يعني يزهق ويمل. كده خلاص ظبطت الصورة. انا حابة ان الصورة يكون مرتفع، يعني انا اسفة يكون الشريط الستاني يكون مرتفع بالشكل ده، ما يكونش منزلها لتحت. جبت هنا الكريم شانتيه كان باقي معايا حاجة بسيطة، عملت حطيته كده في تيب اللي هو بتاع بلح الشام، وعملت روزيتات بالشكل ده عشان اقسم التورته نصين. جبت جناش
هسيبكم طبعا ان شاء الله اللينك بتاعه في صندوق الوصف، وابدا افرده بالشكل ده. ان هنا حطينا الجناش الاول علشان ان هو يتماسك على ما نقطع مع بعض الفاكهه، عشان نكمل برضو باقي تزيين فوق الجناش. جبت هنا الفراوله، طبعا كل الفاكهه يا جماعه تكون طازه، فراوله وكيوي وتفاح، دي الفاكهه الموجوده في السوق. طبعا في كمبوت اناناس وكمبوت خوخ، كنت بجيبه الاول. اولا هو غالي جدا، ثانيا انا بحب اشتغل بهم صراحه في التورت، بس المشكله ان باقي العلبه بتبوظ، والعلبه بقت غاليه على ما بيجي التورته تانية بالفاكهه. هو صراحه التورته دي كانت خارجه هديه، بس لكم على سعرها تقريبا في اخر الفيديو عشان اللي حابه تطلع زيها. لكن الكمبود ممكن عما يجي حد يطلب تورته تاني او اوردر بعديه يكون باظ، فعشان كده استخدمي الفاكهه الموجوده في السوق، جميله جدا مش في اي حاجه. انا عملت الفراوله والتفاح والكيوي زي ما هتشوفوا كده بالظبط. طبعا التقطيع مش محتاج شرح. انا جبت هنا واحده فراوله ووقفتها بالشكل ده، وضغطت عليها ببطن ايدي علشان تفتح ويكون شكلها جميل. دي كده بعمل فراولة على هيئه ورده، شايفين؟ انا مش عارفه طبعا اشرح لكم ازاي، بس الصراحه بجد بجد شكلها جميل جدا. يعني وانا جايه بقطع في الفراوله جت قدامي الفكره دي. طبعا خدوا بالكم انا شغاله يا جماعه بسكينه عاديه جدا، كانت تالمه كمان، ادعوا لي اجيب سكينه فاكهه، لان بصراحه بجد السكينه دي تعبت ايدي وما عجبتنيش في التقطيع خالص خالص. ففي السكينه اللي بتستخدم للفاكهه، لو انت مثلا شغاله اونلاين، بيكون يعني نوع السكينه بيكون اسمها سويسري، فادعوا لي ان شاء الله اجيبها، لان انا مش عندي مشكله في اعصاب ايدي، يعني ماسكه السكينه لما اكون مش حاميه صراحه بتضايقني جدا وبتتعبني جدا، غير اني بحس ان الفاكهه تقطيعها مش عاجبني خالص. انا هنا قطعت شرايح الفراوله بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وهقولك ازاي ترصيها على التورته ان شاء الله دلوقتي. كده قطعت شرايح الفاكهه، شرايح الفراوله، واجيب بقى بعد كده اجيب الكيوي اقشره واعمل منه برضو شرايح كيوي، واعمل منه كمان اللي هي الفورمه اللي هتشوفها دلوقتي. كده خلاص قشرت الكيوي بالشكل ده، وبقولك دلوقتي يعني تعمليها الشكل ايه. الكيوي طبعا له اشكال كتيره جدا، بس انا هنا يعني المساحه اللي انا هشتغل فيها مش كتيره، فبالتالي ان انا ما كترتش، يعني ما كترتش. واحد 3 وحدات بس كيوي. الكيوي طبعا انا جايبه الكيوي في 50 جنيه، شلت كده جزء من الكيوي بالشكل ده عشان تبقى الشرايح مظبوطه على التورته، وقطعت شرايح زي ما انتم شايفين. يعني بجد بجد السكينه دي تعبتني جدا وانا شغاله. انا بعتذر ان الفيديو يكون طويل، وبعتذر برضو ان الفيديو يكون في اجزاء كتيره متسرعه، بس صراحه غصب عني بكون مش عايزه حد يزهق وهو بيتفرج على الفيديو. لكن بجد يعني الفيديو جميل جدا، وهتلاقي فيه تريكات انتي محتاجاها. شايفين انا عملت هنا في الكوايه دي 7 و8، ممكن تعمليها لما تكون الكوايه بقشرها او من غير قشرها مفيش مشكله، وتفتحها كده تديك المنظر الجميل ده. خلاص عودي نفسك تسيبي التفاح لاخر حاجه. التفاح عودي نفسك تسيبيه لاخر حاجه، لان بيتاكسد مع الجو وبيسود. الحمد لله وما حصلوش اي حاجه معايا خالص. التورته دي يا جماعه زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات سافرت 4 مواصلات، يعني كنت فاكره صراحه ان هي مش هتوصل، وكنت فاكره انها تتبهدل، بس بجد مجرد ما وصلت بقى انا شفتها لقيتها ما شاء الله جميله جدا، اكنها كانت لسه معموله طازه بالظبط. يعني قعدت في الطريق حوالي 3 4 ساعات. جبت هنا بقى واحدة تفاح، وبدأت أعمل كل فتحة قصادها من الناحية التانية. مش عارفة أنا قادرة أوصفها لكم إزاي. كل فتحة من التفاح قصادها في الناحية التانية. الشكل ده اسمه ديل العصفورة. تفضلي تعملي فتحات كده، كل فتحة قصادها من الناحية التانية، وتفتحيها بيكون ده منظرها بالآخر. شايفين أنا السكينة مضايقاني جدا يعني. شايفين منظرها؟ بسم الله ما شاء الله جميلة جدا. بتشيلها بقى كده بقلب التفاحة، يعني تفاحة واحدة يا جماعة أنا هعمل منها 3 أشكال. عملت منها ديل العصفورة، وهعمل منها هعمل منها الشكل ده اللي هو شكل المروحة، وهعمل منها كمان شكل
هتشوفوه دلوقتي. اهم حاجه عندك هنا بقى في التفاح، انت لازم الفاكهه الوحيده اللي لازم بعد ما تقطعيها شرايح، اول حاجه بيكون الشريحه بتاعتها تكون بالترتيب، ما تجيبيش شريحه قدامها شريحه تانية. دي حاجه تانية، حاجه لازم بتضغطي عليها جدا لحد ما تطلعي العصاره بتاعتها او الميه بتاعتها وتنشفيها، مفيش اي مشكله خالص. هنا عشان التورته كانت مسافره مشوار بعيد، خفت ان انا لما افتح اعمل الشكل ده يعني مروحه تقع او يجرى لها اي حاجه او تتفك من بعضها. قمت جبت انا خلة اسنان وبدات افردها عليها بالشكل ده. انت كمان كمبتدئه جيبي خلة اسنان، مفيش فيها اي مشكله خالص. بتعمل الفورمه دي شكلها جميل جدا بصراحه. طبعا التورته دي مسافرت ما لقيتش فيها ولا الهواء اتحرك من مكان، يعني مفيش فيها اي حاجه خالص اتحركت من مكانها. هنا بقى جبت بقيه التفاحه دي الجزء الثالث، هعمل نفس الشرايح، نفس الشرايح بس ان شاء الله ادخلها في شكل تاني. شايفين انا بضغط على التفاح ازاي؟ بتضغط عليه لحد ما تطلعي العصاره اللي فيه و... وجيبي منديل ممكن تمسحي العصاره عادي، مفيش فيها اي مشكله خالص. ادي الشكل يا جماعه، والاخر بعد ما شلت العصاره اللي فيه، شايفين اشتلت الشكل ده على ايدي كده، مفيش فيه اي مشكله خالص، ما وقعش، لان العصاره اللي فيه دي اللي بتخلي التفاح يكون مش متماسك في بعض او مش لازق في بعضه. تمام. انا جبت هنا بقى ان شاء الله نعمل لكم يعني ابعتكم كم مره نعمل لكم فيديو عن تقطيع التفاح، بس والله العظيم انا مستنيه اجيب سكينه، لان السكينه دي تعبتني جدا جدا، والحمد لله ان هي الفاكهه اتقطعت بالشكل ده، لاني كنت فاقده الامل يعني، لان السكينه مش حلوه خالص. جبت جبت شرايح الفراوله ورصتها هي في طرف التورته من بره، صراحه ده شكل جميل جدا بجد، جميله، ورصتها بطريقه مختلفه بالشكل ده. وكنت تبصيها يعني هي كده بالعرض، وكنت رصاها بالطول، بس ما عجبنيش ان انا رصاها بالطول صراحه بجد. بعد كده جبت الكيوي ورصيت شرايح الكيوي منيماها فوق شرايح الفراوله. طبعا انت حابه تغيري اي حاجه من مكانها، شفتيني وانا بشتغل في الفراوله دلوقتي ان انا بحرك يمين وشمال بسن السكينه، شايفين حتى كمان في الكيوي بسن السكينه او بسن خله مش بايدك. تمام. بسن السكينه هتغيري تعملي كل حاجه. جبت اللي هي الشرايح دي وحطيتها بالشكل ده جنب الروزيتات اللي انا اسمها التورته، جبت دي العصفوره وحطيته بالشكل ده. جبت دي المروحه واحطها برضو. خدي بالك عندي كنت ناصق في الالوان، هنا الوان التورته هيكون ما بين الاخضر والاحمر، الكيوي مثلا اخضر والفراوله والتفاح احمر، فيعني نسقي كل حاجه. دي الفراوله اللي عملتها على هيئه شجره، وفي فراوله عملتها على هيئه ورده، والفراوله دي اللي انا الشكل ده جميل جدا. وجبت الكيوي اللي انا قطعتها عملتها سبعات وثمانيات، وظبطت التزيين يعني تورته بسم الله ما شاء الله جميله جدا. جبت هنا واحدة كريزاية وقسمتها نصين، حطيت نص على يعني على الكواية من الناحية دي والكواية من الناحية التانية. في التوقيت ده انا هنا جبت جيلي شفاف على السخن وحطيته على النار. جبت معلقة جيلي شفاف على 3 معالق مية، يعني حطيتهم على النار لحد ما خدوا غلوة، وقمت جبتها بالفرشة وحطيتها بالشكل ده. طبعا ده زي شغل المحلات بالظبط، اللي هو الجيلي الشفاف اللي على السخن. انت شايفاه بيدخن، طبعا مش هيسود الفاكهه ولا يسيحها ولا يجرى لها اي حاجه خالص. فكان انا شفت لقيتها جميله جدا بعد 3 4 ساعات في الطريق، يعني في ثانيه هي بتشمع على الفاكهه، بتدي لمعه جميله جدا. انا جبت هنا واحده فرو روشيه على الجناش الشوكولاته، وحطيت حواليها المعلقتين دول كان من ولدات سيليكون، شوكولاته خام على حمام بخار، وحطيتهم ولدات سيليكون. بس طبعا ما رضيتش ان انا يعني يعني اعملها معاكم عشان ما اطولش عليكم وقت الفيديو. حطيت هنا 3 وحدات اللوز، وحطيت فوق كده اشكال قلوب من برضو من دات سيليكون، وثلاث كريسبات من الناحيه دي اللي هو منديزر، وثلاثه من الناحيه دي. يعني عملت الشكل اللي صراحه انا شغاله فيها كده ببص فيها يعني تجي لي الفكره في التزيين. ده كريسبي لونه فضي حطيته بالشكل ده على التورته، وبعد كده جيب معلقه قلوب، بعد كده جبت كريسبي صغير برضه لونه فضي وحطيته. التورته نطقت جدا، شايفين الجزء الشوكولاته عامل ازاي وجزء الفاكهه عامل ازاي، حاجه مش عايزه اقول لكم احلى من المحلات، وطعمها كمان الحمد لله عجبتهم جدا. انا قلت لكم التورته دي كانت طالعه هديه بامانه، طالعه هديه لعريس وعروسه. بس دي لو اطلعها اوردر صراحه بجد ما تقلش عن 400 جنيه بل تزيد.
طبعا التورته ديت لو شفتي في الفيديو بتاع طريقه عمل الكيك، حاطه فيها جناش كتير جدا وصوصات وشوكولاته شيبس. فانت ما تحكميش برضو على الفينش من بره بس، في برضو الحشو. وغير ان كمان ممكن تعملي نفس الطريقه ونفس الحشو ومكلفاها جدا، بس تقطيعك في الفاكهه او رص الفاكهه مش كويس، فالعين بتاكل يا جماعه. ودي برضو بيكون لها حساب تاني. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، التورته اروع من المحلات، ما حدش يقول التورته دي خارجه من بيت خالص. جميله جدا، طعم رائع، الرص جميل، ادي لمعان الفاكهه قدامكم. الحمد لله يعني. مش عايزه اقول لكم، انا عندي ثقه في الله وثقه في نفسي ان التورته دي احلى من المحلات بكتير. وكده خلاص زي ما انتم شايفين وصفه النهارده خلاص خلصت. يا رب تكون عجبتكم، يا رب اكونش طولت عليكم. ويا ريت عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد اول باول. وان شاء الله انتظروني في فيديو جديد بوصفه جديده واوردر جديد من اوردرات رشا النشاوي. استودعكم عند الازرق عنده ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.